ليه مش بنشوف النوع ده من الأرضيات كتير؟ دي أرضية معمولة بطريقة تشبه خشب الإند جرين، بس هنا الشرايح طويلة ورفيعة بدل قطع صغيرة. النجار هنا مش بيستخدم ألواح جاهزة، ده بينفذ الأرضية من الصفر بإيديه، وبيثبت الشرايح على طبقة مناسبة للتسوية والتركيب. بعد كده بيستخدم مكنة صنفرة قوية عشان يظبط السطح كله ويبقى مستوي وناعم، وبعدين ينتقل لصنفرة أصغر عشان الحروف والزوايا. أذكى حركة بقى بتتعمل جمع نشارة الخشب اللي طلعت من الصنفرة وخلطها بمادة لاصقة عشان يعمل معجون بنفس لون ونوع الخشب، وده بيخلي النتيجة متجانسة ومفيش فرق في اللون خالص. دي حركة احترافية عالية جدا. بعد ما يفرد المعجون ويقفل كل الفراغات الدقيقة، بيصنفر أرضية تاني عشان تبقى ناعمة تماما. الموضوع ده بياخد وقت ومجهود كبير جدا، وفي الآخر بيحط طبقة الحماية النهائية اللي بتحافظ على الخشب وبتظهر جماله ونقشته ولونه. والنتيجة بقى أرضية مميزة جدا وصعب تلاقي زيها، لأنها بتتعمل كقطعة فنية مش مجرد أرضية. هل بعد ما شفت الفيديو ده تحب تجربها في بيتك؟ وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.